السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة من مطبخي. اليوم نشارك معكم طريقة تحضير الكسرة الجزائرية سهلة وبمقادير بسيطة إن شاء الله تنجح معكم من أول مرة. هنا البنات كما راكم تشوفوا راني حطيت السميد تاعي، وهنا درت السميد القمح الكامل وقصت بالكاس اللي وريته لكم، درت حوالي 5 كؤوس. وهنا درت مغرف ملح، نزيدو رشة من خميرة الخبز وشوية السكر. السميد البنات اللي تحبوه ديروا السميد العادي ولا هكذا القمح الكامل كيما تحبوا. وتقدروا ثاني تكبروا ولا تصغروا يعني الكيل كيما تحبوا. ثاني هنا درت نص كاس زيت، من الاحسن ثاني تكون زيت زيتون ولا تقدروا ديروا الزيت العاديه، ديروا نص كاس تكفيكم. وهنا درت شويه ما باش نذوب الملح هذاك في الماء، نخلط هكذا بيديا ونسيين ندخل الزيت هذا كامل في السميد هكذا بيديا كما راكم تشوفوا. فوالا، ودرك نرش غير بشويه، نرش ونخلط حتى تنضم لي العجينه هذه، حتى تحصل على عجينه تكون يعني ما راهي طريه ما راهي يابسه. ما تكثروش الماء البنات سينو تجيكم جاريه، ديروا هكذا بشويه برك. انا هكذاك وجاتني شويه جاريه. هكذا حتى تحصلوا على عجينه تكون يعني طريه هكذا. الا شدوها جاريه البنات تقدروا تعاونوا روحكم بشويه فرينه، كما انا حسيتها هنايا راهي جاريه درت رشه فرينه من الفوق. ونكمل هكذا نطمها بيديا. هنا ندلكها ثاني شويه بيديا هكذا. ومن بعد نجمعها وندير لها يعني الوجه الاملس تاعها. نسيي التشققات هذو كامل نديرهم يعني نجمعهم مكان واحد هكذا، يعني باش ندير لها الوجه تاعها املس كيما راكم تشوفوا هكذا بهذه الطريقه، باش التشققات هذو كامل نجمعهم في البلاصه وحدها ونغلقهم. نورمالمون راه واضحه في الفيديو، راهي واضحه هكذا. نسيي التشققات هذو كامل نجمعهم في بلاصه وحده باش الوجه تاع الكسره تاعنا تجينا املس. دروك نغلقهم هكذا بصبعتي هكذا وتكون واجده. دروك نروحو نحلوها بالحلال، وثاني نعاون روحي هكذا بشويه فرينه. كما تعرفوا يعني السميد القمح الكامل يجي شويه صعب في الكسره، يجي صعيب شويه السميد اللي نقدروا نتحكموا في العجين تاعنا. هنا نحلوها وكل وحده تحلها يعني كما تحب. هي من الاحسن ما تجيش رقيقه وما تجيش غليظه، الا درتوها رقيقه راح تجيكم يابسه. على هذه لازم ديروها يعني متوسطه، يعني الحجم تاع الكسره تاعنا يجي متوسط. نحلها ونسي نعطي لها هكذا الشكل دائري. الكسره الجزائريه معروفه يعني بالشكل تاعها، نديروها دائريه هكذا. نزيد نرش شويه فرينه ونحلها. نعاون روحي بيديا بيان سور هكذا، خطرة على خطرة ثاني كنقلبها من الجهتين. نكمل نحلها هكذا يعني نلحق
يعني تجيني متوسطه كما قلت لكم، ما تجيش غليظه وما تجينيش رقيقه. انا هكذا. بعد هنا البنات نتاني نجيب فرشيطه ونثقبها كامل صاير داير على الوجه تاعها هكذا، ما نبالغوش تانيك، هكذا وحده قدام اختها. انا هنا برك البنات المقطع هذا اللي كنت نحل فيه ها هو تعاود، هو نفسه يعني. وهي بعد ما نثقبها هكذا على الوجه تاعها. وفي هذا الاثناء البنات كي نجيو نحلو العجينه تاعنا لازم نحطو الطاجين تاعنا يسخن هكذا باش الكسره تاعنا ما تلصقش، يعني ما نحطوش الكسره والطاجين تاعنا بارد. كي نبداو نحلو في العجين تاعنا ولا نوجدوها، يعني نبداو نوجدو فيها، نحطو الطاجين يسخن. هنا راني رفتها وقلبتها على الوجه الثاني، ونثقب الوجه الثاني ثاني هكذا بالفرشيطه، نثقبها كامل ونطيبها وندور الكسره تاعي خطره على خطره حتى نطيب لي من جهه ونعاود نطيبها يعني في جهتين ونعطي لها هكذا اللون الاحمر هذا كما راكم تشوفوا. يعني كسره جات ما شاء الله تجي هشيشه يعني وتتفتت وحدها. السمك تاعها كما راكم تشوفوا يعني جاي نورمال. رافقتها بلا صوب تاع بوان كاسي. هذه هي البنات طريقة تحضير الكسرة تاعنا كيما نطيبها في دارنا. نتمنى تكون الوصفة عجبتكم. اذا جربتوها خلوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد من مطبخي ان شاء الله، والى وصفة قادمة.